العلماء لقوا إن في ناس مستعدين يبذلوا مجهود كبير جدا في مهام صعبة جدا ويعملوها بحب واستمتاع حتى لو مش بيطلع لهم من وراها مليم واحد. وهتلاقي الظاهرة دي واضحة جدا في الناس اللي بيلعبوا ألعاب صعبة جدا على البلاي ستيشن ورغم كده بيقعدوا عليها بالساعات، وزي اللي بينزل يلعب كورة مع أصحابه أو يألف رواية في وقت فراغه أو يقعد أسابيع يرسم في لوحة. نظرية تقرير المصير دي سيلف ديترمينيشن ثيوري بتقول إن المكافآت الداخلية بتحصل للشخص لو حاسس إن هو اللي بيقرر مصيره ومختار النشاط ده بمزاجه، خصوصا لو توفرت فيه 3 حاجات. اولهم احساسك بالاستقلاليه، انك تكون حر تعمل شغلك بالطريقه اللي على مزاجك مش مجرد ترسف مكنه مالكش راي. وتاني حاجه احساسك بالكفاءه، انا بشتغل حاجه بتتناسب مع قدراتي واهتماماتي فبحس بالكفاءه والانجاز لما بعملها. وتالت حاجه الاحساس بالانتماء، انا بعمل الحاجه دي مع ناس بحبهم او عشان ناس بحبهم، زي مثلا واحد بيعمل هوايه ممله جدا زي جمع الطوابع لكنه عضو في نادي هواة جمع الطوابع. ولو خدت بالك هتلاقي ان الثلاث عناصر دول بقوا بيتعمدوا يطبقوهم في ديزاين الفيديو جيمز عشان الناس تدمنها. الالعاب النهارده مش زي ايام زمان، دلوقتي بقيت بتختار السكنز، شكل الشخصيه اللي بتلعب بيها عشان يديك الاحساس بالاستقلاليه وتحس انك حر تلعب بالشكل اللي انت عايزه بالطريقه اللي انت عايزها. وبقت اونلاين جيمز بتلعبها مع ناس تانية عشان يبقى في كوميونتي وشعور بالانتماء، وبقى بيديك محاولات كتير عشان تتدرب على اللعبه وتنمي عندك الاحساس بالكفاءه والانجاز. الثلاث عناصر دول الاحساس بالكفاءه والاستقلاليه والانتماء هم اللي بيخلوا الواحد يحب الشغل. يعني تخيل كده تروح الشغل وانت حاسس انك بتلعب مش بتشتغل.